السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن حاجة مهمة جدا. ممكن تكون معظم الأمهات مثلا أو الأب والأم في البيت قاعدين سرحانين بعيد عن أطفالهم، مش واخدين بالهم من حاجة، أو الأطفال بيلعبوا وساكتين وخلاص. النهارده أنت قاعد في الطوارئ مثلا أو قاعد في العيادة أو في المستشفى، جات لك مثلا أب أو أم وشايل ابنه على ايده، والحقني يا دكتور الولد ده كان كويس وفجأة وشه اتغير وفجأة بدأ يكح بيريل، تشنجات، حصل، الأم مش عارفة أو الأب مش عارف إيه اللي حصل. أول حاجة الدكتور بيسألها الطفل ده كان فين، أو إيه اللي حصل له كده، أو حصل له كده إزاي، أو كان بيلعب بإيه. فأنت سرحانة في البيت مش عارفة حاجة، بس أنت شايفة بعينيكي كان بيلعب مثلا بريموت التلفزيون، بيلعب بحجر ساعة صغير، بيلعب ببطارية قديمة، بيلعب بدبدوب، بيلعب بعروسة كده، تمام، بتعمل أصوات الحاجات ديت. الدكتور اول حاجه بيفكر فيها الطفل ده ممكن يكون بلع ايه، بلع دبوس، بلع عمله، بلع اي حاجه من اللي موجوده في اللعب ديت او حاجه زي كده، بلع يعني حجر صغير. لازم الدكتور يخمن الحاجات ديت. الطفل مثلا ايه اللي حصل له فجأة كده؟ الطفل مثلا بلع اي حاجة، بلع بيلة صغيرة. الطفل اي حاجة من الحاجات ديت بلعها بيبقى لها طريقين اتنين: يا اما تدخل على مجرى الجهاز التنفسي، تمام، بتبقى دي ازمة كبيرة جدا، ويا اما تدخل على مجرى الجهاز الهضمي. لو نزلت في الجهاز الهضمي، انا اول حاجة بعملها بعمل اشعة، بشوف العملة ديت او البلية دي او الحاجة اللي بلعها ايا كانت طبعا موجودة فين. موجودة فوق المعدة، بيبقى في تصرف تاني وفي تدخل بالمنظار، والحاجه دي لازم تتشال. نزلت في الامعاء، طيب يبقى خلاص ربنا كريم، والحاجه دي ممكن تقعد يوم اتنين تلاته اسبوع، تمام. بنتابع مع دكتور الجراحه وبنعمل اشعه بشوف الحاجه دي موجوده فين بالظبط. الحاجه ديت مش باينه في منطقه الشيست خالص او في المريء او الحاجه ديت، تمام. انا بضطر مثلا اصبر مع الطفل وما يعملش حمام في التويلت، يعمل حمام بره واتابع البراز بتاعه، الحاجه ديت نزلت في البراز ولا ما نزلتش، تمام. ممكن تقعد 10 ايام وتنزل بعد كده. طيب الولد ده مثلا عملنا له اشعه ولقيناه بلع حاجه زي كده، طبعا كلنا عارفين ايه ده: حجر صغير، حجر ساعه، حجر مثلا، اي جهاز في البيت، دبدوب، لعبه صغيره، كلام من ده، تمام. الحجر ده اقسم بالله اكبر ازمه، كفيل يدمر ابنك في مسافه ثواني كده. الحجر ده طبعا زي ما احنا عارفين فيه شحنات كهربائيه. الحاجات دي لو نزلت في المعده وسكنت وقعدت يوم واتنين وفتره، تمام، بيحصل تآكل في الحجر ده مع الفوت اللي بينزل والحاجات ديت. بيحصل تآكل بيحصل تآكل للحجر ده، ممكن ينفجر، ممكن يطلع الشحنات ديت بتنزل على المريء او على المعده، وبتعمل قرحه وبتسبب مشاكل كتير جدا. لازم نبقى واخدين بالنا من الحاجات ديت. لازم اول حاجه بروح بيها الطوارئ، تمام. لو انا اتاكدت ان ابني كان بيلعب بحاجه زي كده وبلع الحجر زي ده، بروح الطوارئ. الدكتور بتاع الطوارئ بيعمل لي اشعه. الحاجه دي لو موجوده فوق المعده لازم تتشال بالمنظار. الحاجه دي نزلت الامعاء زيها زي البليه، زي العمله المعدنيه، زي الدبوس، المسمار، الحاجات ديت، يبقى ان شاء الله خير باذن الله. واتابع مع دكتور بتاع الجراحه يقول لي الحاجه ديت لازم بعد كام يوم تجيني اعمل اشعه تانية واشوف، تمام. او انت تابع البراز، تابع البراز بتاع ابنك. البراز الحاجه دي ما نزلتش يبقى لازم تدخل جراحي. الحاجه دي نزلت يبقى فضل من ربنا. الحاجه ديت لو نزلت في مجرى الجهاز التنفسي كفيله ان ابنك ده يروح منك في غمضة عين. وما تقولوليش ازاي تخش في مجرى الجهاز التنفسي: كرشة نفس، تشنجات، كحة جامدة جدا، ترجيع، يعني وممكن ما يرجعش الولد، ممكن تمسكي الولد تميليه، تفضلي تخبطي على ظهر الولد وتخبطي وترجي في بطنه جامد جدا. للاسف الحاجه دي مش هتنزل. ابنك اتاكدت ان هو بالغ حاجه من الحاجات ديت، على الطوارئ فورا، ما استناش اعمل اي محاولة في البيت. نصيحة لوجه الله: الحجارة ديت اكبر خطر على الاطفال والله. الحجارة ديت، الحجر ده كفيل يدمر ابنك في غمضة عين من غير ما تحسي ولا تاخدي بالك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي، وحافظوا على اولادكم من الحاجات دي بالذات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.